بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي معانا جديد في القناة ما ينساش يعمل لنا لايك واشتراك في القناة ويفعل لنا زر الجرس عشان نستمر معاه. فالنهارده معايا استمارة مالي البطايق. فالاستمارة ب50 جنيه بس اهي. اجمالي التكلفة بتاعتها 50 جنيه. تاخدها ساعات تملاها في البيت او تملاها وانت واقفة هناك وتقدميها حسب ما تحبي. فانا اول مرة املاها فحبيت ان انا اشرح لكم بقى بتتملى ازاي، لان انا قعدت برضو دخلت على اليوتيوب وقعدت ادور ازاي بتتملى لحد ما عرفت بتتملى ازاي والبيانات وكده، عشان في حاجات كتير انا قلت اكيد بتتملى وكده. فيلا بينا اشرح لكم بتتملى معانا ازاي. نبدأ على بركة الله. نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واولا هنا عرفنا البطاقة الاستمارة هنا بتتملى بتشتريها ب50 جنيه من المكان اللي انت هتروحي تقدمي فيه الاستمارة وتعملي البطاقة يعني. تمام. معانا هنا اول مربع اهوت اللي هو البيانات الشخصية. هنا برضك ما تنسيش اللي هو اول مربع اللي فوق دوت اهو. هنا اول مرة، لو انت اول مرة بتعملي علامة صح هنا بدل فائد، هنا بدل تلف، وهنا تجديد البطاقة، وهنا تغيير البيانات. هنا طبعا ما تكوني هتجددي البيانات اللي هو العنوان وكده بتعمليها. هنا تجديد البطاقة عادي زي ما هي عادي. هنا اهو بنبدأ بقى بسم الله البيانات الشخصية. هنا الاسم اهو. استنوا عشان السطور ديت مش باينة. هنا اهوت الاسم الاول هتكتبي مثلا هنا بسمة. هنا اسم الاب الكامل تكتبي مثلا بسمة وتكملي بقى. مش هتكتبي بسمة، تكتبي هنا بسمة وتكملي هنا بقى اهوت اسم باباكي وجدك الاسم كامل يعني باباكي كامل. وهنا طبعا ما نسيناش الرقم القومي فوق اهوت. الرقم القومي بتمليه اللي هو بيبقى في قلب البطاقه، بتكوني معاكي البطاقه. لو انت هتعملي بطاقه جديده بيبقى معاكي شهاده الميلاد. اما اجي ان شاء الله برضو اعمل بتاعه شهاده الميلاد هقول لكم عليها. هنا عشان هجدد البطاقه هكتب تجديد البطاقه. هنا الرقم القومي بتكتبيه. هنا الاسم هتكتبي مثلا بسمه. ده حسب اسمك انت بقى. انا هملى مثلا هنا بسمه. هنا برضك اسم الاب كامل اللي هو ثلاثي هتلاقيه برضك في قلب البطاقه، تكتبيه من قلب البطاقه. هنا تاريخ الميلاد هتلاقيه برضك في قلب البطاقه تكتبيه. اسم الام هتلاقيها في شهاده الميلاد. طبعا اكيد عارفين اسم امكم كامل بثلاثي برضك هتكتبوه. هنا محل الاقامه محافظه ايه. وهنا المركز مركز ايه. وهنا ايه شيخ القرية. شيخ القرية دي بقى ممكن يكون اسم القرية. هنا الديانة تكتبي ايا كانت الديانة بتاعتك. لو هنا مسلم هتكتبي مسلم او اي حاجة حسب الديانة بتاعتك. نوع ذكر او انثى. وهنا الحالة الاجتماعية هوت اعزب او متزوج او مطلق او ارمل. لو انت مثلا اعزب بتكتبي علامة صح، لو متزوجة بتكتبي علامة صح. يعني لا تكتبي حسب بطاقتك. تمام. هنا بقى جانا هنا اهوت بيانات محل الاقامه. طبعا احنا مش هنملى حاجه الا ايه محل الاقامه مننا فيه ايه رقم الموبايل. هنا تليفون اهو رقم الموبايل هو اللي بتمليه. والمركز بتاعك برضو بتمليه. ومحافظه بتمليه. والقريه بتاعتك اهو. مش عارفه بقى في حد بيملى البيانات دي ولا ايه. انا لو في بيانات مثلا ناقصاني ولا حاجه هناك هملاها وانا واقفه هناك. بس انا عشان انا قعدت ادور وكده فحبيت ان انا اوريكم الاستمارة واملاها معاكم وكده اهو. البيانات العمل الوظيفي واقراء جميع العمل. هنا هو تعملي هتلاقي برضك في البطاقة لو انت بتملي لحد او ليكي او لا يعمل. لو انا مثلا ما بعملش بكتب هنا لا يعمل. لو انا بعمل هكتب هنا يعمل. وهنا اسم المؤهل الاساسي. وهنا جامعة وزارة. وهنا برضك لو انت بقى هنا برضو الكلية او المعهد او المدرسة بتكتبها هنا. وسنة الحصول عليها امتى سنة كام. وهنا
اعلى مؤهل او دكتوراه او ماجستير او دبلوم او تخصص. طبعا اكتب لكم هنا الدكتوراه. هنا اللي بتتملى، طبعا بهزر اهي. وكده تكون معانا الورقه اهيت خلاص، ما بتملاش فيها حاجه تانية. اما سالت قلت لهم في بتملى ورا، قالوا لا اهي. هنا بقى بيانات الاسره، طبعا مش عارفه بقى بتتملى ولا لا. طبعا انا هنزل الفيديو تعرفوني لو هي بتتملى برضك املاها، ولو هي مش بتتملى برضك عرفوني. هنا بيانات الاسره، بيانات الزوج اهوت، اسم الزوج او الزوجه، رقم القومي، اسم الام، تاريخ الطلاق او تاريخ الوفاة او تاريخ الزواج حسب. هنا بيانات الابناء، لو مثلا متزوج هيكتب اسماء الابناء وامهم وتاريخ الميلاد بتاعهم. والاستيفاء برضك هنا، بس مش عارفه الصفحه دي بتتملى ولا لا. لو حد يعرف هي بتتملى ولا لا يعرفني، لان انا مش هملاها. لو طلبوا مني اللي انا املاها هناك هملاها. هنا اقراء طالب البيان، البطاقه بصحه البيانات اهي، والاستخدام الرسمي اهو. الحالة الاجتماعية والإقامة والمهنة أو تغيير الاسم أو الديانة أو الجنسية والحاجات دي كلها، والمبلغ القدر كل ده اهو. أنا حبيت أصورها لكم وهي واضحة، لأن ما لقيتش حد مصورها واضحة أوي، وهي اهي كلها على بعضها. البيانات الشخصية والبيانات محل الإقامة والبيانات العملية أو الوظيفة، وختم جهة العمل أو إن أنت طالب برضو بتمضيها لو أنت هتعملها أول مرة. طبعا ما ننساش هنا برضو البيانات فوق خالص اهي، فوق البيانات ودي الورقة التانية اهي، لو هي بتتملى عرفوني. وطبعا اللي معانا جديد في القناة ما ينساش يعمل لنا لايك واشتراك للقناة وفعل لنا زر الجرس عشان نستمر معاكم. طبعا وصل معانا هنا يصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، واسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم. السلام عليكم.